من يناصره أبوا حتى أن يقوم العالم في مجلس في هيئة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن أن يستنكر هذه المجزرة وأن يقف مع الشعب السوري. جزاكم الله خير جميعا على تلبية الدعوة لحضور هذه المناسبة اليوم. والشيخ عبد الله يود أن يتكلم لكم كلمات. هز كتفك هز وهز دين محمد كله عز. هز كتفك هز وهز دين محمد كله عز. اللهم صل على سيدنا محمد. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إنه ليوم حزين وحزين جدا وجد حزين. حزين أننا نمر بذكرى حماة، وقد وقف الدكتور أحمد على هذه الذكرى الحزينة التي مر عليها 30 عاما، ولأول مرة يحييها الشعب السوري ويذكر بعضه بعضا بتلك المجزرة التي لا يمكن أن ينساها ضمير الإنسانية أبدا. وحزين جدا أن يكون في ذكرى المجزرة افتعال مجزرة أخرى في أرض حمص جارة حماة التي قدمت 30,000، هي تقدم اليوم آلاف الجرحى والقتلى. نعم، في سبيل الحرية، في سبيل أن يرجع الشعب السوري يحكم نفسه بنفسه، الشعب السوري الذي فقد هذا زمنا طويلا. وجد حزين أن نرى في هذا اليوم وفي الأمم المتحدة مجلس الأمن الذي اختطف من دولتين اثنتين بقرار عالمي يوقف ويمد لهذا النظام الزمن والوقت يزداد قتلا وذبحا وظلما واستبدادا. أيها الإخوة، ليس عجيبا أن نرى هذا من روسيا، فالثورة الشيوعية في عام 1917 وما بعدها قتل النظام الشيوعي 4 ملايين من شعبه، فأن يرى بضع آلاف يقتلون في سوريا لا شيء هذا. والصين قتلت أكثر من 2,000,000. مو تسي تونغ هذا الرجل الذي حكم الصين قتل الملايين، لا يهمه أن يساعد نظاما قتل الآلاف. أيها الأحبة، إن الثورة في سوريا لن تعول على الجامعة العربية، ولن تعول على منظمة المؤتمر الإسلامي، ولن تعول على الأمم المتحدة، ولن تعول على مجلس الأمن. قالوها من اليوم الأول: نحن لا نتكل إلا على الله. فالله سبحانه وتعالى ناصر لهذه الثورة مهما طال الزمن ومهما قدمنا من الشهداء، فالنصر قادم. أليس نصر الله بقريب؟ أيها الأحبة، لا تحزنوا، لا تحزنوا إلى أولئك الذين يسقطون. 36 بيتا في الخالدية سقطت على رؤوس أصحابها، سقطت على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ، والعالم ينتظر قرار الأمم المتحدة. ألا يشعر هؤلاء؟ لكن لا شعور لهم. أيها الأحبة، الذي نحن نريد، كنا نتوقع من حكومة كندا، ولكن الآن لا يسمعنا أحد هنا، أن تطرد السفير السوري وأن تطرد السفير الروسي والصيني إذا كان هناك شعوب تقف بجانبنا. لكن نحن لا نريد هذا من كندا ولا من أمريكا، نريد هذا من جامعتنا العربية ومن دولنا العربية، أن تطرد هؤلاء السفراء إذا كانوا حقا يريدون الوقوف مع الشعب السوري. أسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الثورة، أسأل الله عز وجل أن يكلل جهود هؤلاء الذين يقفون في وجه الظالم والمستبد.
بالنصر القريب القريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم. يا الله ملنا غيرك يا الله، 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 يا الله ملنا غيرك يا الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قلنا ومهما ذكرنا ما توصف الشعور الذي تابنا خلال هذه الأشهر وخاصة البارحة. 250 قتيلا يشيعون اليوم إلى مقابر في حمص بعد يوم من القصف بالقنابل من جيش العصابة الحاكمة في سوريا. استهدف المنازل الأهلية بالسكان من الرجال والنساء والأطفال. قبل 30 سنة بدأت المجازر في حماة. 30,000 من البشر سقطوا بقصف الصواريخ تحت خرائب البيوت والأحياء المدمرة. كثير من الجرحى والمصابين ألقوا في مقابر جماعية ودفنوا وهم أحياء. واليوم تستمر المجازر في حمص ودرعا وإدلب وريش دمشق ودير الزور وكل مدينة وبلدة وقرية ترتفع فيها الأصوات المنادية بالحرية والتكسير. عصابة من الوحوش البشرية تمارس قتل الأطفال والنساء والشيوخ لا تكتفي بتسمع بل تبقى العيون وتقطع الأيدي والأرجل وتحرق الأجساد كما لا تفعل الوحوش الحيوانية. ووحوش الحيوانات حين الجوع تأكل وتأكل، ولكن وحوش البشر تأكل الخلق وتقطع الأجساد وتدوس الأشلاء. كل ذلك ملء السمع والبصر وأجهزة الإعلام. أجهزة الخداع في سوريا تمارس الأكاذيب وتخفي الحقائق. من يصدق قول الإعلام السوري؟ إن أهل حمص حين استعرضوا جثث أبنائهم وعرفوها أعلنوا أن القتلى هم أبناؤهم الذين اختطفهم الإرهابيون وقتلوهم ليؤثروا على مجلس الأمم كي يتخذوا قرارا ضد سوريا. إذا فما شأن الدبابات التي تملأ الشوارع والقناصة الذين يقيمون على سطوح المنازل؟ ولماذا تمنع الحكومة السورية دخول مراسلي وكالات الأنباء العربية والأجنبية لينقلوا حقيقة الوقائع؟ لماذا؟ عجبا أشد العجب من هذه العصابة المجرمة التي تحكم سوريا. عجبا من ممارستها أبشع أنواع العنف وأبشع الصنوف الكذب. وعجبا من دول العالم التي تقف مفتوحة الأيدي أمام هذه المجازر. إن الحيوانات البرية تخضع لوجود محميات يمنع فيها الصيد لتتمتع الحيوانات بالحياة والحرية. عملا بشعور الرفق بالحيوان، فأين الرفق بالإنسان؟ أين الرفق بالإنسان؟ عيبا على روسيا والصين أن تحولا دون قرار يدين سوريا، وعيبا على الدول الأخرى أن تمكن هاتين الدولتين وغيرهما من الدول التي تمد العصابات المجرمة في سوريا بالسلاح والمال. عيبا على كل العالم التي لا تتجاوز لقد تجاوز دول العالم الحر هذه العقبة يوم تدخلت المصريين وفي ليبيا. آن لدول العالم الحر أن تسمع صراخ الأطفال ونعين النساء وبكاء الشيوخ. لقد عقد المجتمع الجاهلي في بلاد العرب حزب الحدود وتعاهدوا على نصرة المظلوم قبل 15 قرنا. أفلا يقوم اليوم في عالمنا المتحضر حلف وجود عالمي وآل يوجه إلى دول العالم الحر ما نزال ننتظر هذا الجواب. وأخيرا نقول العاشة السورية حرة مستقلة وبإذن الله النصر القادم ويسقط بشار الوحش وعصابته الإرهابية. عاشت سوريا ويسقط بشار الجاحد. عاشت سوريا ويسقط بشار الجاحد. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. كاذب كاذب كاذب. الإعلام السوري كاذب 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 كاذب. الإعلام السوري كاذب. عاشت سوريا.
كلمة خالدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر يوم كان المسلمون